العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. اللجنة الأولمبية الإريترية تضع خطة استراتيجية. دورة تدريبية لمديرات الضواحي في الإقليم الجنوبي. سكان منطقة دكسا يقومون بصيانة السد بتوظيف طاقاتهم وأموالهم ودعم الآليات. لأول مرة برلمان النيجر يناقش مصير وجود القوات الأجنبية. الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان رداً على زيارة وفد أمريكي. عودة 3 رواد صينيين بعد أطول مهمة مأهولة في الفضاء. مرحبا بكم. وضعت اللجنة الوطنية الأولمبية خطة استراتيجية تستمر من عام 2022 وحتى عام 2025 خلال ورشة العمل التي عقدتها ل3 أسابيع. وبحثت الورشة أوراق العمل المقدمة من مركز الكفاءة المؤسسية حول التعريف بأولويات وأهداف الخطة ومسودة الكفاءة المؤسسية وإدارة الموارد وتطوير الخطط والتقييم وتطوير جميع جوانب أنشطة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحادات الرياضية. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الإريترية السيد لؤلف السهية في ختام الورشة في 16 من أبريل بحضور مسؤولي مفوضية الثقافة والرياضة والاتحادات الوطنية وممثلي وزارتي التعليم والدفاع الحصول على آراء وأفكار هامة تدفع العمل وخلق فهم مشترك. وقال مفوض الثقافة والرياضة سفير زمدة تخلة إن الأنشطة التي تجري بوضع الخطط تساعد على النماء والتطور وضمان الاستمرارية، داعيا المشاركين لتعزيز مساهمتهم في المجالات الرياضية والمشرفين عليها بتطبيق الآراء والتوصيات المقدمة وتأمين التطور الرياضي. نظم الاتحاد الوطني للمرأة دورة تدريبية ل46 امرأة انتخبت مديرات الضواحي في 6 مديريات. وتضمنت التدريب المقدم يومي 13 و14 من أبريل في مدينة مندفر أساليب الإدارة وحل النزاعات والتوثيق وإدارة الوقت وقضايا أخرى. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفرقي أن عدد المديرات ومساعدات المدراء ازداد بنسبة 10%. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسفا ميكائيل أهمية العمل المخطط داعية للمساهمة الإيجابية في العمل. وقالت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نجوسي إن التدريب يعزز المعرفة والقدرات وأرضية لتسيير العمل الجيد. كما قدم تدريب مماثل للمديرات في دق محره. في إطار الجهود الشعبية لحل مصاعب المياه، بادر سكان دكسا في مديرية سجنيتي بحل مشاكلهم من المياه ووظفوا قدراتهم وأموالهم لصيانة سد القرية. التفاصيل في التقرير التالي. سكان منطقة دكسا في مديرية سجنيتي الإقليم الجنوبي بصيانة سد كان خارج نطاق العمل موظفين طاقاتهم وأموالهم وبدعم الآليات. وأوضح مدير الضاحية السيدة هيلا مريم يوهنس أن العمل الذي بدأ في 10 من أبريل الجاري بمبادرة المواطنين ظل يجري بوتيرة متسارعة عبر تنسيق عالي بين السكان والمهنيين الزراعيين. وقال خبير حماية التربة وحفظ المياه من المهنيين الزراعيين المشرفين على العمل الشاب منقس عبد بساي في التوضيح الذي قدمه، قال إن السد الذي بنته الحكومة قبل 15 عاما في منطقة عدي قاحني أصبح خارج نطاق العمل جراء حادثة انهيار تعرض لها قبل 5 سنوات، مشيرا إلى إجراء صيانة شاملة في إطار المبادرة النموذجية التي اتخذها سكان منطقة دكسا، تمثلت في صيانة جدار السد وإزالة الطمي وعمليات الردم الحجري وتوسيع منشآت التصريف. وأشار الشاب منقس آب إلى أن السد الجاري صيانته بدعم آلة الدوذور الثقيلة يحجز 120 ألف متر مكعب من المياه ويسهم بفعالية لتوفير مياه الشرب والسقي.
مناشدا للقيام بأعمال إصلاح مساقط المياه بهدف تأمين خدمات السد لفترة طويلة. من جهتهما قال كل من مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية سجنيتي السيد كيروس كفل ميكائيل ومسؤول الزراعة السيد إياسو تسفو قال إن المبادرة المتخذة تعتبر مبادرة عمل تنموي نموذجي، مناشدان المناطق التي تعاني من مشاكل المياه لاتخاذ خطوات مماثلة. وأكد المشاركون في العمل الجماعي لصيانة السد قيامهم بالعمل المتفاني حتى تكتمل أعمال الصيانة الهادفة لتأمين مصادر مياه وإثراء المياه الجوفية. تقع منطقة ديكسا التي يقطنها حوالي 2200 نسمة تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من سجنيتي. يقوم سكان مديرية حقات بأعمال صيانة طريق كرمد دنبازراتين البالغ طوله 8 كيلومترات بنفير سكان قرى عد عمر دنبازراتين دنبي عد تقاي جولد ميت دنبي عد تسفو. وأفادت إدارة الضاحية أن هدف الصيانة حل إشكالية المواصلات إلى حقات وكرن، مطالبا شركة حارات لتخصيص حافلة على الطريق. في غضون ذلك طالب سكان قرية دنبي عد تقاي لتوفير أدوات العمل لإنجاح أنشطة النفير التنموية التي يقومون بها. وقال بأن صيانة الطريق سيستفيد منه سكان ضواحي أشراء وعد أري وشبق وعد عمر في مديرية حقاد وقريتي دقي عندو وإدربا في مديرية على برعد وضاحية جولا في أقليم القاش بركة. عفواً. نظمت شرطة مديرية صنعاء في سيمينارات للطلاب والمعلمين في القانون ومكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة المديرية النقيب جبرهيوت جبريوسوس أن على الطلاب الاهتمام بالتعليم والابتعاد عن المخالفات والجريمة ومحاربة الظواهر السلبية سواء في مدرسة وخارجها. ودعا الطلاب للتحلي بقيم المجتمع السمحة التي تعتبر مهمة لمكافحة الجريمة واحترام القانون. وذكر مسؤول مكافحة الجريمة السيد أبراهام كفل مريم أن احترام الطلاب لقوانين المدرسة يجعلهم نموذجيين في أنشطتهم اليومية. وطلب الطلاب والمعلمين لتنظيم متواصل لسيمينارات التوعية بالقانون ورد سريع من الشرطة عند الإبلاغ عند الجرائم. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أعلنت حكومة النيجر أن البرلمان سيناقش للمرة الأولى في الأيام المقبلة وجود القوات الأجنبية المشاركة في مكافحة المتطرفين، والتي تعتبرها منظمات محلية غير حكومية قوات احتلال حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. وقال وزير الخارجية حسومي مسعود خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بروبوك التي تزور النيجر إن بلاده تريد زيادة تدخل شركائنا، لأنه مع خروج القوات الفرنسية من شمال مالي نتوقع أن يكون هناك ضغطا أكبر من الإرهابيين على بلادنا. وفي قتالها ضد الحركات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، تحظى النيجر بدعم العديد من الدول الغربية بينها فرنسا والولايات المتحدة اللتان تقيمان قواعد عسكرية في نيامي وغاديز الشمال، وألمانيا التي لديها قاعدة لوجستية في نيامي ومركز تدريب للقوات الخاصة النيجيرية، فيما تقوم إيطاليا وكندا أيضا بتدريب القوات الخاصة أيضا. لكن منظمات غير حكومية نيجيرية تستنكر حضور القوات الأجنبية التي تعتبرها قوات احتلال وترى أنها تهدد سيادة البلاد. قالت الصين إنها أجرت مناورات عسكرية حول تايوان في وقت يزور فيه وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأمريكي الجزيرة. وذكر تلفزيون الصين الرسمي نقلا عن المتحدث باسم الجيش قوله إن الجيش أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر شرق الصين والمنطقة المحيطة بتايوان. وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية تأتي ردا على إرسال أو إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة.
وخلال اجتماع عقد مع الرئيسة التايوانية تساي إنغوين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب ميندينديز إن تايوان بلد لها أهمية عالمية وآمنة لها تداعيات على العالم بأسره. وكان مينينديز ضمن وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية. عاد رواد الفضاء الصينيون الثلاثة ضمن بعثة شينشو 13 إلى الأرض بعد 6 أشهر أمضوها في محطة الفضاء الصينية، وهي أطول مهمة مأهولة لبكين حتى الآن. وهذه خطوة ناجحة إضافية لبكين في برنامجها الفضائي الطموح للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في هذا المجال. وبعد إطلاق مظلتها الحمراء والبيضاء، هبطت مركبة العودة محملة بالطاقم المؤلف من امرأة ورجلين شمال الصين. ونقلت محطة التلفزيون الحكومية CCTV أن مركبة العودة لمهمة شينشو 13 هبطت بنجاح، وأظهرت مشاهد مباشرة عبر التلفزيون الحكومي المركبة وهي تهبط وسط سحابة من الغبار. ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادي. وأوضح مرصد المخاطر والموارد الطبيعية في السلفادور أن الزلزال وقع على عمق 23 كيلومترا وعلى بعد 72 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الوسطى من السلفادور. وأكد المرصد أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية، مشيرا إلى عدم حدوث موجات مدعاة تسونامي جزءا أو جراء الزلزال. يذكر أن زلزالا مدمرا بلغ شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب السلفادور في عام 2001، ما أسفر عن مقتل المئات وجرحى وتشريد الآلاف. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. اللجنة الأولمبية الإريترية تضع خطة استراتيجية. دورة تدريبية لمديرات الضواحي في الإقليم الجنوبي. سكان منطقة دكسا يقومون بصيانة سد بتوظيف طاقاتهم وأموالهم ودعم الآليات. لأول مرة برلمان النيجر يناقش مصير وجود القوات الأجنبية. الصين تجري مناورات عسكرية حول تايوان رداً على زيارة وفد أمريكي. عودة 3 رواد صينيين بعد أطول مهمة مأهولة في الفضاء. انتهت النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.